الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعا في مكتبة المجاهد حسن طبار، وأخص بالذكر الأستاذ عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية. أهلا بكم معنا النهارده في العرض المسرحي لمسرح العرائس مسرحية بابا نويل وصل من ضمن باكورة إنتاج مبادرة مسرحنا بالتعاون مع الأخ والزميل والصديق العزيز الكاتب والأثري سامح الزهار، وبشكره على تعاونه ومجهوده الدائم مع المكتبة في إطار التعاون المشترك بين الثقافة والآثار. وبتمنى ان ينال العرض المسرحي اعجاب حضراتكم. وقبل ما نبدا عرض المسرحي هقدم مسابقه ثقافيه مكونه من 10 اسئله. اللي شايف نفسه يعرف يجاوب الاجابه الصحيحه يتفضل يرفع ايده ويعرف نفسه قبل ما يجاوب الاجابه الصحيحه. السؤال الاول: يعد اوبريت الليله الكبيره اشهر عروض مسرح العرائس في مصر. من مؤلف الاوبريت ومن ملحنه؟ انا. لا عايزين اصوات. في حد؟ اقول انا خلاص. مين؟ قول يا صلاح. سيد مكاوي. مؤلف المسرحيه طيب مين؟ اتفضلي حضرتك بس اسمك. اتفضلي هنا معايا. من هو رائد فن العرائس في مصر؟ اسمك ايه؟ اتفضل. بعدين زي اسمي الاجابه بس عشان الناس تسمع. حاضر. صلاح السقا. السؤال الاولاني: من مؤلف اوبريت الليله الكبيره اشهر عروض مسرح العرائس في مصر؟ تاليف صلاح جاهين وتلحين سيد مكاوي. ومن هو رائد فن العرائس في مصر؟ قلنا صلاح جاهين. صلاح السقا. صلاح العبيدي. لا صلاح السقا. متى عرف فن مسرح العرائس في مصر؟ حد يعرف؟ ثاني عصر، في العصر الفرعوني، في العصر الإسلامي. حد يعرف الإجابة؟ عارف؟ لا. عارفة يا يمنى؟ الفرعوني. ماشي اتفضلي. كم هرم موجود في مصر؟ 3 5 أكتر من 100 هرم. كريم عارف؟ اتفضل. ايه التمثال المشهور اللي جنب اهرامات الجيزه؟ اتفضلي. ابو الهول. اذكر اسم عالم مصري حاصل على جائزه نوبل. عالم مصري. من القائد المسلم الذي فتح مصر؟ مين؟ لا انا عايزه اجابه من حد مسلم. من الملقبة بذات النطاقين؟ من قائل عبارة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا؟ أنا مصطفى جابر. متكامل. من هو أمير الشعراء؟ هنا من 10 أسئلة اللي معانا، ودلوقتي هنسلمهم جوائز عبارة عن دوريات قطر الندى من وزارة الثقافة، من وزارة الهيئة العامة لوزارة الثقافة. أستاذ عاطف عميرة هيسلمهم للأطفال. جوائز. اسمك إيه؟ وفاء. اتفضلي. اسمك إيه؟ أيوة
اتفضل. تقع. ندى. روي. يوسف. زياد. استحق الجايزة. عمرو قال له عبد العاص. فريق. سلم يا كريم. بس عمرو بن العاص ماشي. سلم يا كريم. ماشي اتفضلوا. طيب ممكن صورة جماعية مع الأستاذ عاطف المجموعة عشان نقول كلنا نقف. تمام؟ كم رايك تروح ضيف الامر. دايما دايما. والآن الكلمة مع الأستاذ عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أتوجه بالشكر لإدارة الكبار، خاصة بأن هناك يعني فكر محترم لإدارة المكتبة، سواء من خلال أنا والزميلة ياسمين أو من خلال مشاركة الأستاذ والصديق سامح الزهار في العديد من الأنشطة اللي بتقام بالجهود الذاتية. يعني هي قضية اللي بنقول عليها هي قضية إن الفكر في الإدارة وفي نفس الوقت الفكر في تنفيذ الأمور الفنية دون التوجه إلى النظر إلى ميزانيات أو ما شابه ذلك. طبعا الميزانيات شيء مهم جدا للإنفاق على الأنشطة، ولكن أعتقد أن هناك فكرة، هناك ناس أصحاب رسالة اقتنعوا بها يستطيعوا أن ينفذوها بأقل الإمكانيات. بنتعشى في الفترة القادمة أن يكون هناك ميزانيات تشمل جميع بيوت وقصور ومكتبات الثقافة الجماهيرية وفرع ثقافة الدقهلية، بحيث أنه يكون هناك إنتاج محترم لمسرحيات أو لأعمال للأطفال، لأن أعتقد أن البداية الصحيحة لو بدأناها بشكل سليم أو صحيح هتبدأ من عند الأطفال. مصر بتعاني فترة طويلة من بعض الأفكار المتطرفة وبعض الفكر الذي الهدام. أعتقد أن لو احنا غرزنا الأشياء الإيجابية والأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا من فترة حتى يمكن ما قبل الدراسة الابتدائية، أعتقد أن احنا يكون هناك يعني أشخاص أسوياء، ونستطيع من خلال اكتشاف مواهبهم أن ندعم مستواهم الدراسي بدعم مواهبهم الشخصية. أعتقد أن هناك دائما الطفل أو التلميذ المجتهد في دراسته غالبا بيكون صاحب موهبة، سواء موهبة أدبية أو موهبة فنية أو ما شابه ذلك. ويعني أعتقد أنا كنت طفل موهوب في السن الصغير أثناء الدراسة، لذلك يعني إيه ربما كان في تقدم في الدراسة إلى حد ما. يعني أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن يكون هذه الفكرة تعمم على كافة بيوت ومكتبات فرع ثقافة الدقهلية. وكنا بصدد الحديث قبل اللقاء منذ قليل بأنه ممكن أن نقيم شريحة مسرح في مكتبة المجاهد حسن طوبار، وسوف نعد هذا الأمر، شو بس القصة المناسبة والمخرج المناسب ومؤلف والديكور كويس. واحنا ممكن خلال مثلا الفترة القادمة ديت نقدر ان احنا نكون عمل مسرحي ينطبق عليه من فرع ثقافة الدقهلية لخدمة أبنائنا من الموهوبين في مكتبة المجاهد حسن طوبار. شكرا وتحياتي لكم جميعا. شكرا للأستاذ عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية. وعن تفاصيل مبادرة مسرح عرائس مسرحنا وعرض بابا نويل وصل يتحدث الأستاذ سامح الزهار مؤلف ومخرج العرض. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهلا وسهلا بحضراتكم. نشوف حضراتكم دايما معانا، سواء الناس اللي اول مره تيجي او الناس اللي متعودين ان هي بتكون موجوده معانا دايما. بنشكر الاستاذ عاطف اميره طبعا شكر خاص على تواجده معانا النهارده، استاذ ايهاب سامي على التواجد الدائم بشكل يعني مستمر الحقيقه في كل المبادرات. استاذ صلاح العبيدي فين؟ استاذ صلاح العبيدي تصوير الاستاذ نسيم طبعا النهارده برضه معانا فيديو، مكتبه حسن كبار، استاذ ياسمين شبايه، استاذ شوقي دي جي. فالحقيقه يمكن في منكم اشترك معانا قبل كده في اكثر من مبادره، خاصه مبادره مسرحنا. فينا اعضاء كتير اللي من مسرحنا يقف كده يورينا نفسه كده والنبي. نجوم مسرحنا بيتسقفوا لنا بصفه كبيره. حاولنا ان احنا نطور الفكره. الصوت يا شباب لو سمحتوا، الصوت يا شباب لو سمحتوا. حاولنا ان احنا نطور الفكره شويه، ويبقى موجود عندنا جنب فريق المسرح موجود عندنا كمان فريق مسرح عرايس. فريق مسرح العرايس الحقيقه هو بيقدم عروض، ده باكوره انتاجه او العمل. المفروض ان هيكون في عمل كبير ان شاء الله متفق عليه، هيكون في اجازه نص السنه، هيكون مش في المكتبه، هيكون في مكان بره يعني، بحيث ان يكون في يعني ياخد عدد كبير شويه من الجمهور. ولكن حبينا ان احنا في التست اللي في اول تجربه او اول اختبار، بدل ما احنا بس اللي بنعمل لهم الاختبار، حبينا كمان ان حضراتكم تشاركونا، او بمعنى اصح بنتلكك عشان نشوفكم يعني. فده حاجه يعني اساسيه احنا دايما متعودين عليها. عرض بابا نويل وصل. العرض بيستهدف الاطفال من سن 3 سنين لسن 10 سنين. يعني فوق 10 سنين هو بيتفرج على عرض من باب التقييم، انما هو العرض بيستهدف المرحله العمريه دي من 3 سنين حتى سن 10 سنين. المسرحيه فيها بنحاول ان احنا نقدم فيها بعض القيم البسيطه عن ان يعني قيمه الامانه، ان السرقه شيء مش مظبوط، ان احنا مهما كانت ظروفنا الماديه او ظروفنا الاجتماعيه ضعيفه، ولكن ما يصحش او لا يجوز ان احنا ننتهج نهج او نسلك ضرب غير شريف او غير سليم. نحاول دايما ان احنا نلتزم وان احنا نحافظ. نشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحضور الدائم والمعمول. الموبايلات دايما عندنا مشكله في الموبايلات في كل حاجه بنعملها، فبعد اذن حضراتكم عشان بس يعني ما نتكلمش الكلام ده تاني، اي موبايل مقفول او سايلنت بعد اذن حضراتكم. ما احنا دقيقه واحده وهنبتدي العرض. مع بدايه العرض ارجو ان يكون الصوت تمام، مفيش صوت خالص، والحركه تكون شبه معانا عشان الاولاد يقدروا نشكركم شكرا جزيلا. عندنا اصغر موهبه في مسرحنا، استاذ عاطف سمعها قبل كده بس هنسمعها تاني. حلا تغني لنا حاجه، ممكن حلا تغني لنا ايه؟ تعالي حلا. تعالي من عندها تغني من عندها. هنسقف لحالة بقى وهي بتغني. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية. حلوة أيام في عينيا علشان خلفت جنية، ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط علي. سقفوا وارقصوا يا بنات، الفرح مالوش ميعاد، ضحكتها لما اتولدت فرح في الأعياد. طير الجنة يا توتة تعذرك شهدة توتة، ترقص لك فوق شباك وتزغرط لك زغروطة، تديها فتفوتة شوكولاتة من البسكوتة، ولغيها يا حلوة لغيها وتغني لك عنوتة. شكرا يا حلا. حلا على فكره دلوقتي لما بيقابلوها في اي حته بيطلبوا يتصوروا معاها، فهي بقت مرحله متقدمه بصراحه. دقيقه واحده وهنبتدي العرض. شكرا جزيلا لحضرتك.
النهاردة برد جدا، وأنا صاحية من بدري قوي علشان أروح المدرسة. ماما كل يوم تصحيني وتقولي اصحي يا زيك اصحي يا زيك هتتأخري على المدرسة، وأنا بصراحة ببقى مش عايزة أروح لأن الجو بيبقى برد قوي، لكن ماما تفضل تقولي لازم تروحي المدرسة وتعملي الواجب بتاعك وتذاكري كويس علشان تبقى شطورة. امبارح مثلا صحيت الساعة 7 ولبست هدوم مش كتير قوي وكنت بردانة. لبست تي شيرت وعلي قميص وعلي سويت شيرت وفي بلوفر وعليهم جاكيت وفي الاخر بالطو وتحته 3 بناطيل، وقلت بلاش ازود عن كده علشان اقدر اتحرك من غير ما الهدوم تضايقني. الحاجة الغريبة اني حسيت ان شبه البطيخة، وكل ما حد يشوفني يقولي يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة. فضلت اعيط انهم بيتريقوا على شكلي، وانا والله مش شبه البطيخة ولا حاجة، انا بالكتير شبه الكرومبة، بس كرومبة ايه صغيرة وحلوة يعني. يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة. ما تقوليش يا بطيخة دي تاني. يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة. ماما انا زعلانة منك عشان انت بتتريقي عليا وانا مش لابسة حاجة غير الدولاب كله بس. ايه رأيكم يا صحابي نقول لها يا بطيخة ولا نقول لها يا زيكا؟ زيكا يا بطيخة 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 زيكا يا بطيخة. طب انا بقى هجيب لك اللي يغني لك اغنية لايقة عليكي. تعالي يا امل. ازيك يا امل؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسة الحمد لله. غني بقى لزيكا الاغنيه اللي انا قلتلك عليها. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة تخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة تخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. نط نطة يا دبدوبة هي 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 هي، وكمان نطة هي 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 هي، وعشان خاطري نط يا شيخة 7 نطات. 1 2 3 4 5 6 7. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة تخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة تخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. نط نطة يا دبدوبة هي 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 هي، وكمان نطة هي 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 هي، وعشان خاطري نط يا شيخة 7 نطات. 1 2 3 4 5 6 7. انا زعلانه منكم ومش جايه لكم تاني، ده انا كنت هنصحكم نصايح مهمه جدا في ليله راس السنه، وكنت هخلي بابا نويل يجيب لكم هدايا كتيره قوي، بس خلاص بقى انتوا فقريين ومش هتاخدوا ولا هديه، انا اللي هاخد كل الهدايا لوحدي. يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه. بس بقى يا ماما انا قاعده
السنة اللي فاتت هو وعدني انه هيجيب لي حاجات كتير قوي كنت طالباها منه. وكنت طالبة ايه منه يا ترى؟ كنت طالبة منه يجيب لي حاجات حلوة اكلها وهدوم حلوة البسها ويجيب لي موبايل اكلم منه صحابي وعربية عشان اروح بيها المدرسة وبطانية علشان الجو برد قوي. انت مش عايزة كده بابا نويل، انت عايزة كده البنك الاهلي. هو وعدني انه هيجيب لي كل الحاجات اللي بحبها. طب استني كده، اهو بابا نويل بيتصل عليا اهو. الو، ايوه يا بابا نويل، ازيك يا نويل يا حبيبي؟ بتقول ايه؟ انت جاي في الطريق بس الشوارع زحمه؟ طب حاول تاخد التوك توك الطاير بتاعك وتطير بيها على البيت. البت سيكا البطيخه هبلتني. يلا يا حبيبي ما تتاخرش، احنا طابخين وحشي ورق كراسات هيعجبك قوي. يلا سلام يا نواويل. بس بقى يا زيكا خلاص، اهو نواويل حبيبي جايلك اهو. ايه ده؟ انا شايفه احنا اهو بيركب التوك توك الطاير بتاعه. يلا يا حلوين ننادي على بابا نويل واول ما يدخل نسقف. يلا نادوا معايا. تعالى يا بابا نويل، خش يا بابا نويل. 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 اسمعنا يا عمي واختارنا خير يا بابا نويل، انت بجد مش خيال. اسمعنا يا عمي واختارنا خير، كاساتا كوزا حقيقة مش خيال. عايزين والكل سعيد والناس مجنونة بالعبيد والكل واعي. استنى استنى استنى، بابا نويل جاي بالجديد، بابا نويل جاي بالجديد. اسمعنا يا عمي واختارنا خير، اسمعنا يا عمي واختارنا يلا بسرعة خش علينا. ده تسقيف أمال، تشجيع أمال، تسقيف أمال، تشجيع أمال، تسقيف أمال. ازيكوا يا حلوين؟ أنا جيت وكان المفروض أكون جايب معايا هدية كتير أوي، بس انتوا عارفين بقى الأسعار بقت غالية وأنا بعت اللي ورايا واللي قدامي ومش معايا فلوس أشتري هدايا. يا ريت حد فيكم يديني فلوس، يديني حاجة لله. لله يا محسنين، اسمك ايه؟ معاك فلوس؟ طب اديني فلوس، اديني هدوم. اسمك ايه؟ معاكي فلوس؟ طب اديني فلوس، اديني هدوم. اسمك ايه؟ معاك فلوس؟ طب اديني فلوس. اهلا 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 بعز الحبايب. اهلا 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 في نويل اللي غايب. اهلا 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 بعز الحبايب. اهلا 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 في نويل اللي غايب. اهلا. انت فين يا بابا نويل من زمان؟ انا واقفه هنا ومستنياك عشان تجيب لي كل الحاجات اللي طلبتها منك. انت عارفه بقى يا زكازيكو الاسعار بقت غاليه وانا مش معايا فلوس اشتري هدايا، حتى الشوال بتاعي فاضي. ده انا شكلي كده هبيع طرطوري قريب. لا ما تقولش كده يا بابا نويل يا حبيبي. طب خلاص طالما انت مش معاك هدايا انا عاوزاك في خدمه. الاولاد والبنات اللي قاعدين دول بيضايقوني بيقولوا لي يا بطيخه علشان انا لابسه هدوم كتير. يرضيك كده؟ لا ما يرضينيش طبعا. ازاي يقولولك كده يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه يا بطيخه؟ حتى انت يا بابا نويل بتضحك الاولاد والبنات الحلوين دول عليا. طب خلاص انا بقى مش هكلمك ولا هكلمهم تاني. انا هخلي نجوى صاحبتي تغني لي اغنيه تصالحني بيها. يا نجوى
يا نجوى. ازيك يا زيكا؟ الحمد لله احسن منك. يلا بقى يا نجوى يا حبيبتي غني لي الاغنيه اللي انا بحبها. غاب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له لو لو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له لو لو. ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها. ساب مدرسته ورمى كراسته راح جرش كلها. راحت القطة مخربشة ايده لما مسكت الهوا. وهدى مساكن اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها. غاب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له لو لو. أبلة قالت لي فلفل حلوة زعلت من سوسو. جوزي صالحها وبسها وهي حلفت ما تبوسه. جابت الحبر وعصرت ايدها وجت تشوش جنبه. مسحت ايدها في وشه وعملت قال ايه بتلعبه. سوسو ضربها ومسك الحبر اللي في ايدها وقلبه على فستانها وشافهم بابا وضربها وضربه. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له لو لو. نادر عليا لاجلكوا وولع شمعة من شمعان لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة. مدوا دكتور وسعاد دكتورة واحنا ندعلهم. وصلاح بكرة محامي وتوتو قاضي يصالحكم. وعصام بكرة هيبقى ظابط ويدافع عنكم. يفدي النيل بحياته ويبني وحياته منكم. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له لو لو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له لو لو. الله صوتك حلو قوي. ودلوقتي اسيبكم بقى يا حلوين واروح اكل ورق محشي الكراسات اللي ماما عاملاهولي. باي. عارفينها وحشاشي وانت ما تدراشي. عارفينها وحشاشي وانت ما تدراشي. وشاور لي شاور لي عزيك حبي الهوى ماشي. حبي الهوى ماشي. صباح الخير يا حلوين. أنا الدكتورة حقنة أخصائية علاج أمراض الفيسبوك.
دكتوراه في الشات، ماجستير في الصفحات، ودلوقتي بعمل بحث مهم جدا في اللايكات والشير. امبارح اتصل بيا مريض وقال لي دكتور الحقني الفيروس جوه تربي، دكتور الحقني الفيروس جوه تربي، دكتور الحقني الفيروس جوه تربي. بصراحة أنا اتخضيت عليه جدا. أصل انتوا عارفين يا جماعة إن الفيروسات لما بتيجي في الجروبات بتبقى خطيرة جدا جدا. قلت له انت لازم تجيلي العيادة الإلكترونية على صفحتي الشخصية. بعد شوية لقيت حد بيخبط على صورة الغلاف وداخل عليا، طلع هو المريض. قلت له أهلا بيك، ادخل نام هنا واستريح جنب قائمة الأصدقاء واحكي لي مالك فيه ايه كده، شير اللهم اجعله شير. قال لي يا دكتورة حقنة يا عبقرية الفيسبوك، امبارح كنت فاتح صفحة مطعم زكي تلوث، قلت اتفرج على السندوتشات الحلوة بتاعته، وكان في سندوتش كفتة بالطحينة والبتنجان والفراخ واللحمة والسمك والجبنة والمربى والبطاطس، بس شكله كان هايل جدا. عملت عليه لايك ومن ساعتها وانا حاسس اني تعبان. بصيت في عينه وقلت يا ساتر، ده اكيد جالك تلبخ فيسبوكي. مش انت شفتني وانا في برنامج دكتورة حقنة الخطيرة اللي عالجت امجد وسميرة اللي بيجي في التلفزيون ده؟ وانا بقول يا جماعة يا ريت نخلي بالنا من الفيسبوك، ومش كل سندوتش نشوفه نعمل عليه لايك، لان بكده ممكن يضرنا. وبعدين سألت سؤال تاني وقلت له يا ترى عزمت حد من اصحابك على نفس الاكل الفيسبوكي ده؟ قال لي يا دكتورة انا عملت شير والفيروس انتشر في كل الصفحات. هو قال لي كده من هنا وانا اتصلت بسرعة بإدارة مستشفى علاج الحالات الفيسبوكية الحرجة، وطلبت منهم يعملوا تطعيم إلكتروني على كل صور صفحاتنا الشخصية. وبعد ما قضينا على الفيروس ده وغسلنا الانترنت بالديتول والمطهرات، استنيت ان يدفع لي الكشف بتاعي، ما دفعش، وفضلت استنى ما يدفعش، استنى ما يدفعش، استنى ما يدفعش، استنى ما يدفعش. قلت ما بدهاش بقى واطلب منه حسابي، وانا حسابي كان 4 لايك و3 كومنت. قال لي يا دكتورة حقنة يا عبقرية الفيسبوك، انا معمول لي بلوك ومش قادر ادفع لك، لكن بابا نويل جاي بكره وهو اللي هيدفع لك. وفضلت استنى بابا نويل انه يجي، ما جاش ابدا. ايه ده ايه ده، انا سامعه صوت بابا نويل، ده شكله وصل. خير يا دكتورة حقنة، مالك عاوزة ايه؟ عاوزة حسابي يا بابا نويل. وحسابك ده كام يعني؟ 4 لايك و3 كومنت. تصدقي انك دكتورة هبلة؟ هو في حد اسمه حقنة؟ الحقنة قال يا حقنة يا حقنة يا حقنة يا حقنة يا حقنة يا حقنة يا حقنة. ماشي يا بابا نويل، انا زعلانة منك ومش هكلمك تاني. خلاص انا هصالحك وهخلي حرية تعزف لك حاجة انت بتحبيها. ايوه كده بقى، يلا يا حرية.
الحرية. باي. سيبتها مع زينب. جدو علي يوم الجمعة بيروح على مزرعته الخضرا، عنده قطة اسمها شطة ولدت قطة قطة قطة. وجدو علي وجدو علي كمان بيحب يلعب كده مع ركس وركس يحبه وقطع يشب يحب اللعب يودي اللعب ولو نو شطة نو نو نطة منها القشطة بتنزل تعب. وجدو علي وقطة وجدو علي يموت في البط وعامل ليها بحيري بط يكون فرحان يرقص ويعوم وأهل اللعب وركس يحبه وقطع يشب يحب اللعب يودي اللعب ولو نو شطة ولو نو نطة منها القشطة تعب. وجدو علي وقطة عم قرشو عنده خيار جايبه من سوق الخضار لسه داخل بالمطار كلامي جد مش هزار. صباح الخير يا قطاقين، كل سنة وانتوا طيبين. أنا عم قرشو الطباخ صاحب مطاعم، كل من عندي كباب كرشك ما يعديش من الباب. امبارح وانا في المطعم بتاعي بجهز اكلات جديدة علشان نقدمها للزباين في حفلة رأس السنة، وعمال اعمل في المحمر والمشمر. جالي زبون قال لي عم كرشو عم كرشو، قلت له نعم يا حبيبي. قال لي لو سمحت انا عيد ميلادي قرب وعاوزك تعمل الاكل بتاع حفلة عيد ميلادي. قلت له عيد ميلادك ده امتى يا ترى؟ قال لي عيد ميلادي في نفس يوم رأس السنة. قلت له ما ينفعش يا حبيبي، انا اليوم ده مشغول جدا جدا ومش هعرف اخلص الاكل بتاع حفلة عيد ميلادك ولا الاكل بتاع حفلة رأس السنة. فضل يعيط يعيط ويخبط في الارض، وفجأة وانا مشغول معاه وبحاول اطبطب عليه واعتذر ليه، لقيت واحد من ورايا سرق كل السندوتشات اللي انا كنت مجهزها وطلع يجري بيها. يا سندوتشاتي يا سندوتشاتي. واديني كده النهارده اهو ادور على حد يساعدني اننا نعمل سندوتشات جديده او نلاقي الحرامي ونجيب منه السندوتشات بتاعتي. ها يا حلوين، فيكم حد هيساعدني؟ فيكم حد هيساعدني؟ طب خلاص انا عرفت مين اللي هيساعدني، مفيش غيره بابا نويل. بس انا مش معايا رقم تليفونه ولا الواتساب او الفيسبوك بتاعه عشان ابعت له رساله. انا كده مفيش قدامي غير ان اكلم الست ام زيكا وهي تتصرف. الو الست ام زيكا معايا؟ ايوه لا موزيكا انت مين؟ انا الشيف كرشو الطباخ صاحب مطاعم كل من عندي كباب كرشك ما يعديش من الباب. اهلا كرشوبيه، فينك يا راجل وفين حلالك الحلوه؟ انا مستنيكي هنا عند الشباك، تعالي بسرعه الرصيد بتاعها هيخلص. طيب يا اخويا مسافه السكه. انا كده اهو. ازيك يا كرش وكراشيشو يا ابو الاكراش؟ ايه يا وليه، انت لحقتي تيجي؟ ده انت لو راكبه طياره مش هتيجي بالسرعه دي. مالكش فيه، انا ست سريعه. المهم قول لي ايه فكرت بيا؟ ايه رجعك ليا؟ فكرني ورجعني ايه يا وليه؟ هو انا كنت من بقية اهلك؟ كل الحكايه انا عندي مشكله وعاوزك تساعديني بحلها. ايه هي يا ترى؟ ما انت صحيح بتاع مصلحتك، وعلى رأي الشاعر ما فيش صاحب بيتصاحب. الكلام عزم محسن ما فيش صاحب بيتصاحب، ما فيش راجل براجل التعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل، نتعور نعور نغوص نضمن صار
شاكر مانيش فاكر بالصحوبية بتتقابل أول السيري من لباني في أي حتة مسمعين أول السيري من لباني في أي حتة مسمعين محصن السلام من غير كلام عزبة محسن ناس تمام لا على حق من السبوق لو وصى عن بلد الدم رجالة منهبوش منخافوش منكشوش وقت الجد احنا نصوت أي حد ما سفرتوش جميل جميل والله. سندوتشات رأس السنة اتسرقت وعاوزك تكلمي بابا نويل يجي يساعدني ويجيب لي سندوتشات تانية مكانها أقدمها للناس في الحفلة أو يمسك الحرامي ويجيبها منه. ابوك نويل عايز اللي ياخد بايده يا اخويا، بس وماله، انا هبعت له رساله على الواتساب وهو هيجي على طول. وادي يا سيدي الموبايل، احضر حالا يا نويل يا عسل عشان في مصلحه. ايه ده يا موزيكا؟ انت بعت رسالة للبواب ولا ايه؟ ده الاسلوب ده حد يتكلم ببابا نويل برضه؟ انا يا اخويا بعرف اتعامل معاه، هو اصلا عجز وبقى خلقه ضيق. ايوه جاي، مين بينادي؟ ايه يا ملحوس الدخله دي؟ هو انت اشتغلت قهوجي ولا بقيت سن انت كمان؟ عيب يا موزيكا، ازيك يا بابا نويل؟ اهلا يا اسطى، انجز والعزاء. ايه الاسلوب ده؟ انا سندوتشاتي كلها اتسرقت وعاوز سندوتشات غيرها، ارجوك ساعدني يا بابا نويل، الحفله كده مش هيبقى فيها اكل وكل حاجه هتبوظ. ايه يا عم انا مش بتاعك، بس ممكن اقول لك كلمه سر وترددها ورايا انت واللي قاعدين دول. وغمض عينيك وهتلاقي الاكل نزل على راسك. يا ريت ارجوك بسرعه اتفضل. قولوا ورايا. حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا مكاتا حكونا متاتا حكونا متاتا حكونا متاتا تاكل بطاطا 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 تاكل بطاطا. غمض عينيك يا عم كشور مدة دقيقة وفتحها وهتلاقي الاكل نزل على طول. شكرا يا بابا نويل، شكرا يا بابا نويل، اديني غمضت اهو. انت صدقت ولا ايه؟ دول ضحكوا عليك يا كرشو يا بل 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 يا كرشو يا بل. انا كده مستقبلي ضاع والحفله كمان شكلها كده هتبوظ، بس الغلط مش عند بابا نويل، الغلط عندك انت يا موزيك اللي جبت واحد يضحك عليا. طب انا بقى مش هسيبك، لا اضربك على، لا خدي دي خدي دي خدي دي كمان دي خدي دي. واوي 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 واوي. ها مين هنا؟ أنا العسكري كلبشان، أهم واحد في المنطقة دي كلها. أنا راعي الأمن والأمان، من غيري الحرامية يسرقوكوا. من شوية تليفون الاسم رن، رديت لقيته بلاغ من عم كرش الطباخ بيقول إن السندوتشات بتاعته كلها اتسرقت، وقال لي أرجوك يا كلبشان باشا الحقني وتعالى امسك الحرامي. وفضل يعيط يعيط. قلت له طب وانت اتصرفت ازاي؟ قال لي كلمت بابا نويل وجه، بس للاسف بابا نويل بقصني خلاص وما بقاش يعرف يعمل اي حاجه، واديني جيت اهو عشان احقق في القضيه واستجوب كل الناس اللي هنا ونعرف من الحرام. بس فين هو عم كرشو يا ترى؟ اتصل به بقى. الو ايوه يا عم كرشو، انا وصلت المكان ومستنيك اهو، تعالى يلا عشان نبتدي التحقيق. اهلا اهلا بكلبشات باشا، يا مرحب يا مرحب، ارجوك ساعدني نلاقي الحرامي ونجيب منه السندوتشات. ما تقلقش، هتشوف دلوقتي وانا بحقق في القضيه. ودلوقتي انا هنادي على الناس كلها واحقق معاها. المتهم الاول الدكتوره حق. ايوه يا كلبشات باشا انا هنا اهو.
كنت فين وقت وقوع الجريمة؟ كنت في المستشفى يا اخويا، محطوطة في جهاز التعقيم، ودي شهادة من المستشفى بتثبت كلامي. طب خلاص روحي يا ست روحي. يسترك وما يفضحك يا باشا. اللي بعده الست ام زيك. يا ام زيك انت يا ست يا ام زيك، انت يا وليه انت فين؟ يا ام زيك. ايوه يا عم الشباب والامن والامان انت يا عسل. اتلمي يا وليه وقولي لي كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ كنت في الجيم يا اخويا، ما انت عارفني بقى انا ست رياضيه اموت في اللعب. اطلعي بره يا وليه يا مجنون، الجيم قال ايه يا اخويا الستات دي؟ اللي بعده يا زيكا، انت يا بنتي يا زيكا. ايوه يا انكل شلنكبات. شلنكبات مين يا بنت؟ اسمي كلبشات، اما عبيطه زي امك صحيح. ها قولي لي كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ كنت في المدرسة يا سعادة الباشا العسكري. طب امشي من هنا يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة يا بطيخة. ايه الحيرة المستديرة اللي انا فيها دي بقى؟ ايه ده بابا نويل واقف هناك اهو عند الكشك بيشتري حاجة ساقعة، اما نادي عليه يجي اسلم عليه. يا بابا نويل يا بابا نويل يا بابا نويل. ايوه جاي، مين بينادي؟ اهلا بيك يا بابا نويل، كنت عاوز اسالك على حاجه. انت طبعا سمعت عن سرقه سندوتشات كرشو. ايوه طبعا. وكنت فين وقت وقوع الجريمه؟ انا كنت نايم. طب ما تيجي تاكل معايا؟ لا شكرا يا شبعان. منين كنت نايم يعني ما اكلتش ومنين شبعان؟ وبعدين قول لي الطرطور بتاعك ده كان لونه ابيض ودلوقتي احمر، ايه اللي غير لونه كده؟ اصل وعريس كاتشب وانا باكل سندوتش. لا ما كنتش حابب، انا ما كنتش حابب. يبقى انت اللي اكلت السندوتشات يا بابا نويل. سامحني كنت جعان واكلتهم. وهو ينفع تعمل كده برضه؟ طب ليه ما استأذنتش من عم كرشو؟ اختي ما يدينيش وانا برضه بابا نويل وليا عيب. انت مش عارف ان السرقة حرام؟ ومهما كنا محتاجين حاجات ما ينفعش نسرق، ودلوقتي نقبض على بابا نويل. الحرام اهو هو 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 الحرام اهو شكرا.